السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مستمعي راديو انطلاقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان. معاكم دكتورة غادة عليوة، وبقابلكم كل يوم في حلقة جديدة الساعة 1 الظهر. اتفقنا إن احنا هنتكلم في البرنامج عن إزاي نصوم رمضان بأمان، وإيه أهم العادات الصحية أو النصايح اللي نعملها خلال شهر رمضان علشان نتجنب المشكلات الصحية مع الصيام. كمان بنتكلم عن أهم النصايح لمرضى الأمراض المزمنة اللي بيواجهوا مشاكل صحية مع الصيام أو يكون الصيام خطر عليهم. النهاردة حلقتنا خفيفة وطعمها لذيذ بطعم مشروبات رمضان. معروف إن في رمضان في مشروبات بتبقى أساسية على كل سفرة مصرية، زي التمر الهندي والعرقسوس والسوبيا والكركديه وكمان الخروب والدوم وغيره. فالنهاردة هنقول إيه فوائد وأضرار المشروبات دي. هنطلع فاصل قصير ونرجع على طول. تقدروا تبعتولي أي أسئلة أو استفسارات على رسائل راديو انطلاقة، مش هتأخر عليكم. أهلا بكم من جديد مستمع راديو انطلاقة، ما تأخرتش عليكم كالعادة. أول حاجة لازم أقولها إن أهم مشروب لازم نشربه هو المية. لازم نشرب مية بكميات كويسة في الفطار والسحور، والفترة اللي بين الفطار والسحور على الأقل 2 لتر مية في الفترة دي. وفي الحلقات اللي فاتت قلتلكم إن في ناس معينة لازم يشربوا مية كل ساعة ما بين الفطار والسحور. كمان لو حبينا نقلل الإحساس بالعطش خلال الصيام لازم نشرب مية كل ساعة في الفترة من الفطار للسحور. أما بقى بالنسبة للمشروبات، فأول مشروب معروف عندنا هو العرقسوس. مشروب العرقسوس ده فاتح للشهية، ومناسب كمان لمريض التهاب وقرحة المعدة عشان بيقلل من الألم بتاعهم، وبيساعد في علاج التهاب وقرحة المعدة. كمان عرقسوس بيطهر الجهاز التنفسي من البلغم، وبيقلل من التوتر. لكن هو غلط على الحامل، بلاش تشرب منه. كمان مش مناسب للأطفال، وطبعا معروف عنه انه بيعلي الضغط، فغلط ان مريض الضغط يشرب عرقسوس او يكتر منه، لانه بيعمل على احتباس المية والسوائل جوه الجسم، فبيرفع الضغط وبيزود الوزن. كمان زيادة شربه بتقلل نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجالة. تاني مشروب على سفرة رمضان هو التمر هندي. التمر هندي مشروب منعش ومرطب، وكمان ملين طبيعي للي عنده إمساك، مفيد لمرضى الضغط المرتفع لأنه بيقلل الضغط. كمان بيحتوي على نسبة كويسة جدا من الفيتامينات والمعادن، منها الحديد والمغنيسيوم، وبيساعد على علاج التهاب القولون، وبيقي من الإصابة بسرطان القولون. كمان بيساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبيساعد في إنقاص الوزن، وبيقلل من مستوى السكر في الدم. لكن ما ينفعش نشربه بكميات كبيرة لأنه ممكن يسبب إسهال. كمان مرضى السكر يخلوا بالهم من شربه علشان ممكن يؤدي لانخفاض السكر. وكمان مرضى اللي عندهم الضغط منخفض برضو يخلوا بالهم علشان ما يقللهمش الضغط ويسبب لهم هبوط. تالت مشروب معانا هو قمر الدين. مشروب قمر الدين ده مشروب رمضاني أصله سوري، بيتم تصنيعه من المشمش. المشمش فيه قيمة غذائية مرتفعة، وغني بفيتامين A والحديد والزنك، وفيه ألياف كويسة جدا. بيعوض الجسم عن الأملاح المعدنية اللي فقدها خلال ساعات الصيام. لكن ما نستخدمش كمية سكر كبيرة في تحليته. رابع مشروب معانا على سفرة رمضان هي السوبيا. مشروب السوبيا المفروض بيتم صناعته من الشعير مع الشوفان أو الخبز الجاف، كمان مضاف ليه السكر وجوز الهند والحليب. من فوائد السوبيا إنها بتعمل على تقوية جهاز المناعة لأن فيها فيتامين ه. كمان مفيدة للقولون، وهي بتعتبر من الملينات الطبيعية، وبتسهل عملية الهضم، عشان كده هي بتساعد في علاج الإمساك.
كمان بتقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبتعتبر منشطة جدا لعمل الغدة الدرقية لأنها بتحتوي على فيتامين ألف. بتمد الجسم بالطاقة والحيوية اللي بيفقدها خلال ساعات رمضان بسبب مكوناتها الغذائية واحتوائها على السكر وجوز الهند. بتعتبر الصوبيا مشروب كويس للي عنده أنيميا، فهي بتعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبتدي إحساس حلو بالشبع والامتلاء، وده بيساعد على تقليل العطش والجوع خلال نهار رمضان. لكن ما ينفعش برضو إننا نكتر من مشروب الصوبيا، لأنها هتسبب إسهال وهتعمل آلام في المعدة، كمان هتزود الوزن لأن فيها سعرات حرارية عالية. خامس مشروب معانا هو الكركديه. الكركديه من المشروبات المرطبة والمنعشة والسهل عملها في كل بيت، كمان قليلة في السعرات الحرارية، مفيدة لمريض الضغط الدم المرتفع لو تم إعداده بالنقع على البارد، يعني نقعنا الكركديه في مية باردة مش غليناه على النار. لكن في مصادر طبية بتقول سواء كان منقوع أو مغلي فهو بيظبط الضغط، لو عالي هيوطيه ولو واطي هيرفعه. سادس مشروب معانا هو الخروب. الخروب من المشروبات المثالية على مائدة الإفطار في رمضان، لكن مش الكل يعرف الخروب أو مش الكل بيشرب خروب. الخروب بيحتوي على مضادات أكسدة بتحمي الجسم وتنقيه من السموم، وكمان بيحتوي على الكالسيوم وبيساعد على الشعور بالراحة. سابع مشروب معانا هو الدوم. أنا شخصيا عمري ما شربت دوم، لكن الدوم من المشروبات المفيدة لأنه بيظبط نسبة الكوليسترول في الدم، وبيعمل على انخفاض ضغط الدم المرتفع، وكمان هو قليل في السعرات الحرارية، فحلو جدا ان احنا نجرب نشرب الدوم. واضح انه مفيد وقليل جدا مننا اللي بيشربوا دوم او يعرفوه. خلي بالكوا ان كل المشروبات اللي قلت عليها دي هي اللي بنحضرها في البيت او بنجيبها من مصدر مضمون، مش المشروبات اللي موجودة على العربيات اللي بتتباع في الشارع، اللي عبارة عن لون ومية وسكر مجهولة الهوية وما نعرفش مكوناتها ايه. اما المشروبات بقى اللي ما ينفعش اصلا نشربها خالص هي المياه الغازية، البيبسي والكولا وما شابه، لان هي كلها اضرار ما فيهاش اي فايدة، بتعمل عسر هضم وبتسبب زيادة في هشاشة العظام وبترفع نسبة السكر في الدم، وكمان بترفع ضغط الدم، ومليانة سكريات صناعية ومواد بتسبب لنا كل المشكلات الصحية. كمان العصاير البودرة سريعة الذوبان اللي ما نعرفش مكوناتها أصلا، وبيبقى عليها مواد حافظة ونسبة ملح ليمون وسكر، كل المكونات دي ضارة على الصحة وما فيهاش أي قيمة غذائية. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أقابلكم على خير بكرة إن شاء الله في نفس ميعادنا الساعة 1 الظهر مع حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان. كان معاكم دكتورة غادة عليوة وبكلمكم من راديو انطلاقة. دمتم بخير وصحة، مع السلامة.